لو عندك كمية من الطماطم وعايزة تفرزيها وما عندكيش وقت او ما عندكيش مجهود حاليا ان انتي تفرزيها، تعالي اقولك على طريقة تفرزي بيها الطماطم من غير اي مجهود وفي 5 دقايق بس. حتى لو عندك 10 كيلو من الطماطم، هتجيبي الطماطم اي كمية انتي عايزاها، هتغسليها وتنشفيها كويس، وتجيبي علبة زي دي وتحطيها فيها وتدخليها درج الفريزر على طول، او ممكن تحطي الطماطم ذاتها في درج الفريزر على طول بالشكل ده. او ممكن كمان تجيبي اكياس وتحطي الطماطم فيها سليمة زي كده وتحطيها برضو في درج الفريزر بالشكل ده. مش هتاخد معاكي اي وقت واي مجهود، وفي الوقت اللي انت حابة تطلعيها من الفريزر علشان تعمليها صلصة هتطلعيها. ما عليكي بس غير انك هتاخدي الطماطم وتحطيها في الحلة زي ما هي، وتحطي عليها شوية مية صغيرين، وتحطي اي ادوات انت بتحطيها عليها وتحطيها على النار وتعمليها معاملة الصلصة بالظبط. شايفين زي كده؟ ولو انت حابة تاخدي الطماطم بس كده 4 أو 5 علشان تطبخي بيهم، هتلاقيها معاكي زي الحجر بالشكل ده. هاتيها على طول وحطيها في طبق من المية 10 دقايق بس وهتلاقيها فكت معاكي بالشكل ده. هتقدري تخزني اي كمية من الطماطم او تفرزيها في اسرع وقت ممكن معاكي، وهتعيش معاكي لاي وقت انت حباه. يلا بقى هاتي كمية الطماطم اللي انت عايزة تفرزيها وحضريها لرمضان، وكل سنة وانتم طيبين. لو